وظيفة قطاع خاص وليست حكومية، ولديها أولاد يقيموا معها في منزل الأهل منذ وفاة زوجها من فترة طويلة. مكان إقامتها مصرية، تقيم في محافظة الغردقة. السن 38 سنة. وفي ملحوظة هامة جدا، هي لا تقبل التعدد نهائيا لظروف خاصة بها. يعني يا ريت اللي حضراتكم يتواصل معايا بخصوص العرض ده ما يكونش بيدور على زوجة تانية. وقبل ما نقول مواصفات الزوج اللي بترغب بالارتباط بيه، بحب افكر حضراتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، تشجيعا ودعما منكم لنا علشان نقدر نستمر في نشر المزيد والمزيد من عروضنا، ونقدر نوصل لاكبر عدد من الناس علشان نساعد الناس ونكون عند حسن ظن الجميع ان شاء الله. وبحب اشكر كل اخواتي اللي بتواصلوا معانا وبتفاعلوا معانا، وبقول لهم احنا مستمرين بيكم وبدعمكم، ويا رب نكون عند حسن ظن حضراتكم باذن الله. وبأكد لكم ان دعمكم المستمر هو اللي بيخلينا نستمر في نشر المزيد ونساعد ناس اكتر، فيا رب جميعا نكون عند حسن ظن الجميع. ونرجع تاني ونكمل باقي تفاصيل العرض ونقول مواصفات الزوج اللي بترغب بالارتباط به. يكون راجل محترم وعلى خلق، ملتزم دينيا ومصلي وعارف ربنا، ويكون حسن المظهر، قريب جدا منها في السن، ما يكونش فرق السن بينهم كبير وده من اهم شروطها. وزي ما قلت لحضراتكم يكون أرمل أو مطلق لأنها لا تقبل التعدد نهائيا. ويكون أيضا لديه دخل ثابت أو عمل ثابت، ويكون لديه شقة للإقامة فيها معه بعد الزواج بإذن الله. وفي ملحوظة هامة جدا، أولادها بيعيشوا معاها، ما عندهاش أي استعداد إن هي تسيب أولادها. وأيضا من أهم شروطها إن يكون الزوج من داخل بلد أو بلد قريبة منها بسبب ظروف عملها ودراسة أولادها، وده من أهم شروطها، فربنا يقدم لها كل الخير وييسر لها الخير إن شاء الله. طريقة التواصل مع أخوها الكبير وهو ولي أمرها، فعلى من يجب بياناتها مناسبة ليه وهو في المواصفات المطلوبة، يا ريت يتواصل معنا برسالة فيها بياناته الشخصية كاملة، العرض بياناتهم عليها، وربنا يقدم الخير للجميع. وبكده العرض ده بيكون خلص، لكن عروضنا لسه ما خلصتش، فتابعونا باستمرار. ومع زواج أونلاين هتلاقي الأحسن والأفضل ليك معانا إن شاء الله. وفي النهاية تحياتي لحضراتكم جميعا.